بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنهنئ العروسين. أنا ما شفتش العريس، مش عارفه بصراحة عشان يعني بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير. دايما العريس في مثل هذه الزيجات مظلوم، يعني الكلام كله بيتوجه في الغالب لأبو العروسة، فاحنا هنعتبر العريس برضه يعني أخو العروسة، ويبقى الكلام كله لأبو العروسة. بالحقيقة التهنئة الكبيرة لفضيلة الشيخ محمود عبد الحميد. هذا الرجل يعني رجل سلفي حتى النخاع، من الناس الحرساء الأمناء للدعوة السلفية والمحبين لجميع أبناء الدعوة السلفية. من سنين طويلة، يمكن من 27 سنة، شفت الشيخ محمود وكان بيجي عندنا في مسجد في حتة اسمها كوم الشقافة يدي فيه درس. كان في أخ اسمه خطاب الله يرحمه كان من عندنا وعزل هنا عندكم في سيدي بشر، فهو دل الشيخ محمود على هذا المكان، وكان مسجد في منطقة يعني شعبية. وأخو صاحب المسجد كان حاصل على دكتوراه في الفيزياء من روسيا، وكان شيوعي، وبعدين يعني دخل في الإسلام، وكان راجل ذكي عبقري فعلا، لكن خد خط صوفي غريب، وكان يعني عنده شخصية قوية جدا لدرجة انه كان بيلبس قفطان مقطع ويمشي في المدينة من شرقها لغربها. يمكن بعض الناس يعرفوا اسمه الدكتور محمد صبحي. وكان ناقم جدا على الإخوة اللي في المسجد ومش عاجبينه، لا عجبه سلوكهم ولا يعني طريقتهم، ومعاه حق في الحقيقة. فهو صمم انه يطفشهم من الناس. فهو الحاصل انه الاستاذ الدكتور محمد صبحي في يوم كنت بصلي هناك في المسجد ده، وكان في اخ اسمه مجدي جمعة الله يرحمه مات. يعني الحكايه كلها اموات زي ما انتم سامعين. بعدين الدكتور محمد صبحي صلى العشاء بينا بسورة البقرة، وهو مقرئ ممتاز، وعامل حتى كتاب في التجويد ممتاز جدا، وكان عاوز يمشي الناس. فالمسجد هو مسجد يعني مش كبير، فالناس بدأت أنا حاسس بيهم يطلعوا واحد ورا واحد من الصلاة. فضل أنا والأخ مجدي جمعة ويونس كان واقف جنبي وأنا في الوسط. فيونس طول الصلاة عمال يقول اف عمال يسمع الإمام عشان يخلص، وهو الراجل يعني شخصية من حديد ما خلص. فيونس طلع من الصلاة وواقف قصاده في القبلة في وشه، خلص مفيش فايدة، ما خلصش، لدرجة انه يونس مشى وساب زهق فمشى، وفضل الدكتور محمد صبحي يقرا بينا انا ومجدي جمعة الله يرحمه، وانا عشت اهو فضل عشان احكي لكم الحكايه لغايه ما ختم سوره البقره كلها في صلاه العشاء، ونجح ان هو فعلا انه مشاهم كلهم من المسجد. احيانا سلوك الاخوه بيبقى فيه نوع من الصد عن سبيل الله. المسجد ده هو الناس دي منطقه شعبيه جدا، في رمضان الناس جايين يصلوا الفجر بقى وقاعدين ومستنيين. يونس معانا برضو في القصة دي. فقام أخ اسمه رجب قدام الناس كده في المسجد مستنين إقامة الصلاة، فقال له ولا يونس ولع يا بابور اعمل شاي، الفجر الصادق لسه ما طلعش. قال لهم فجر شاي؟ ده انتوا كفره، انتوا كذا عشان الفجر الصادق. طب اشرب شاي فوق في الدور الثاني ولا حاجه. فيعني انتم فعلا جيتوا في فتره ذهبيه. زمان كان يعني في معترك بين الجماعات والافكار، وإن كان يعني الدعوة السلفية كانت أعداد قليلة، لكن كانت في الحقيقة أعداد منتقاة. يعني كان
غالب الإخوة كانوا جامعيين وناس متعلمين، فلما دخل إخواننا يعني كتر الأعداد، كان في ناس مش بيحسنوا تمثيل الدعوة، ناس طيبين. هو بيعتقد إن الفجر الصادق، لكن الفجر الصادق يعني خليك فوق، الناس دي مش عارفة. كان يعني في جماعات ياما انقرضت في الحقيقة، كانت موجودة جماعات بتاعت التكفير، بيفرش فرش كده في الميدان بتاع عند المحطة، وقدر يدعي واحد دخله هم بيسموا نفسهم جماعة المسلمين، فدخل واحد في جماعة المسلمين دول شغال معاه بيبيع معاه. فالولد الصبي لاحظ انه الراجل البياع ده لما تيجي واحدة تشتري يعني تكون جميلة او حاجة يقعد يدعيها ويحاول ان هو يدخلها في جماعة المسلمين. فبعدين في يوم وساب له الفرش ومشى، فجيت واحدة فالولد قاعد يكلمها ومش عارف ايه، يبدو ان هي كانت يعني فكرت ان هو عايز يتجوزها، فقالت ماشي تكفير هو يعني اي حاجة بس يبقى في جواز يعني. فلما جه صاحب الفرش فقال له ايه دي؟ قال له بدعيها. قال له بتدعيها ليه؟ قال له بدعيها تدخل معانا في جماعة المسلمين. قال له لا دي وحشة سيبها تخش النار. الحلوين بس اللي بيدخلوا في جماعة المسلمين. كان في حزب الله ألف وحزب الله ب، كانت جماعة اسمها حزب الله غير الشيعة، حزب الله ألف وب. دكتور أحمد طارق رحمه الله ودكتور تاني اسمه توفيق علوان اللي هو حزب الله به. وكانت قضيتهم وشغلهم الشاغل مسألة عدم العذر بالجهل. المهم ان الجماعتين شبه اضمحلوا تماما وزالوا من الوجود. طبعا الجماعات التقليدية دي كلها كان في حاجة اسمها حزب البعث ناحية الزوايدة والمناطق دي، واحد اسمه أحمد عبد السميع. برضو من الحاجات الغريبة اللي ظهرت فجأة واندثرت فجأة كده، فوجئنا بناس بيفرقوا علينا ملزمة مكتوب عليها منهج جماعة الدعوة الإسلامية. يا اخوانا ايه جماعة الدعوة الإسلامية؟ قالوا جماعة جديدة الشيخ فلان عاملها، جماعة الدعوة الإسلامية، دراسة كذا وكذا وكذا. أهل الفرقة الجماعة هم أهل السنة والجماعة، أما دول فكانوا بيسموهم أهل الفرقة والشقاق والاختلاف. فأنتوا الآن في فترة عافية وبركة، اندثرت مثل هذه التنظيمات اللي كانت موجودة والأفكار الغريبة اللي كانت بتسود بين الناس اندثرت، وبقيت يعني المناهج اللي صارت على وفق مراد النبي صلى الله عليه وسلم. ودي من بركات المنهج الصحيح انه لا ينقرض، مثل هذا المنهج لا ينقرض، وإلا ففي الفترة اللي يعني تكاد الدعوة تقوقعت فيها في السنين اللي فاتت دي، آلاف مؤلفة من البشر دخلوا في هذا المنهج. جم منين هؤلاء الناس؟ أحيانا الواحد يسأل نفسه، ما تروح في حتة تلاقي آلاف مؤلفة وكلها أعداد يعني شريحة سنية من 16 سنة مثلا ل 22 ل 23. فدي بركة المنهج. هؤلاء الناس يعني دعوا بهذه الدعوة في ربوع مدينة اسكندرية، دعوا بدعوة مباركة بمنهج هذا لم ينسب لأحد. لما تروح في القاهرة تسمع عن سلفيات عجيبة جدا، أو في الأقاليم وفي الأرياف سلفية فلان وسلفية فلان وسلفية فلان. لكن هنا في اسكندرية رغم وجود شيوخ من كبار الشيوخ بحكم الأقدمية وبحكم الخبرة وبحكم المواهب وبحكم العلم، بحكم حتى الذكاء الجبلي، ومع ذلك ما اسمهاش سلفية فلان أو سلفية فلان، اسمها المدرسة السلفية السكندرية. فده من بركات المنهج لما الناس تأتلف عليه. قد يوجد خلاف أحيانا